안녕하세요. أهلا وسهلا بكم في بودكاست ذا كي توك مع سمية. لو الكي دراما بالنسبة لكم مش مجرد مسلسلات بل عالم كامل بتعيشوا فيه وبتستمتعوا بتفاصيله، فانتوا في المكان الصح. ذا كي توك هو البودكاست اللي هشارككم فيه شغفي للكي دراما. هنتكلم عن المسلسلات القديمة والجديدة، الشخصيات والأحداث، وهنتعمق في تفاصيل التفاصيل. استعدوا الحلقات مليانة نقاشات وتحليلات عن كل اللي بيخلي الكي دراما مميزة. هاتوا مشروبكم المفضل ويلا بينا نبدأ حلقتنا. أهلا بيكم، إزيكم عاملين إيه يا جماعة؟ منورين الحلقة التانية من زكي توك مع يرقني سمية. قبل ما أبدأ حلقة النهاردة خليني أشكر كل حد سمع الحلقة الأولى. لو كنت 1 أو 5 أنا عارفة أنتوا مش كتير، بجد شكرا من قلبي. النهاردة جاية أكلمكم عن واحد من أشهر المسلسلات الكورية اللي تقريبا كل اللي شافه حبه. المسلسل ده لو ما كنتوش شفتوه فأكيد سمعتوا عنه. مسلسل النهاردة من المسلسلات القليلة جدا اللي بتمنى أنساها عشان أرجع أشوفها تاني للمرة الأولى. كراش لاندونج اون أو هبوط اضطراري للحب هو الدراما اللي خدت قلوب الناس من أول حلقة، وكانت بوابة دخول ناس تانية كتير لعالم الكي دراما. المسلسل ده حقق نسب مشاهدة عالية جدا وقت عرضه، ولحد النهاردة في المركز الثالث، ومن سنة بس كان في المركز الثاني. طيب ايه اللي خلى المسلسل ده ينجح بالشكل ده؟ وازاي قدر يعمل الوزنية دي بين الرومانسية والدراما، الكوميديا والأكشن وحتى السياسة؟ النهاردة هنتكلم عن كل ده وكل الحاجات اللي ميزت المسلسل ده من ساعة ما نزل لحد النهاردة. طب خلينا نحكي عن البلوت أو الحدوتة بتاعتنا بتقول إيه. المسلسل نزل في ديسمبر 2019، وأعتقد في ناس لحد النهاردة بتري ووتش المسلسل ده. أنا منهم. ناوية أشوفه تاني الشتاء الجاي لأن أنا بحب أشوف المسلسل ده في الشتاء. البطولة كانت لهيون بين وسوني جين، وده كان أول عمل يجمعهم في بطولة مشتركة. القصة ببساطة عن يون سيري، وهي سيدة أعمال في كوريا الجنوبية. بيحصل لها حادث مفاجئ بسبب عاصفة بتقع بالمظلة بتاعتها أو الباراشوت بتاعها في كوريا الشمالية. هناك على الحدود بتقابل الضابط ده هو ري جانج يوك أو كابتن راي، اللي بيقرر يساعدها ترجع بلدها، وكان حريص إنه يوصلها لبر الأمان حتى لو ده بيهدد حياته وبيعرضه للخطر. بيبدأوا سوا رحلة هروب ورحلة مشاعر بتغير حياتهم هما الاتنين. طيب قبل ما أدخل في تفاصيل الحدوتة، تعالوا أكلمكم عن حاجة مهمة جدا، وهي أسلوب السرد والكتابة. المسلسل ده مميز جدا في الكتابة بتاعته، لأن الكاتبة بتاعتنا شاطرة جدا. مش أي حد يا جماعة، الكاتبة بتاعتنا هي بارك جي يون، ودي اللي عملت مجموعة من أنجح المسلسلات المعروفة زي My Love from the Star أو حبيبي من نجم آخر، و The Legend of the Blue Sea أو أسطورة البحر الأزرق، وأخيرا Queen of Tears. إن شاء الله حابة أتابعها وحابة أشوف أعمالها الجاية، لأن كل أعمالها أنا حبيتها، أو الحاجات اللي أنا شفتها دي حبيتها، وخصوصا آخر عمل ليها اللي هو Queen of Tears يعني كان مميز جدا، والنهاردة واخد المركز الثاني في الأعلى نسب مشاهدة لحد دلوقتي. الكاتبة دي بتعرف تخلي إزاي المشاهد يعيش الحدث كأنه بيحصل له هو شخصيا. بتربط الأحداث بطريقة مشوقة تخليك قاعد على طرف الكرسي مستني اللي هيحصل الحلقة الجاية. أسلوبها في الكتابة موزون جدا، بتمزج الكوميديا مع الدراما كده بمنتهى الذكاء. هتلاقي مشهد يعني يوجع القلب وبعديه على طول مشهد يفطس من الضحك، وده بسبب تنوع الشخصيات الموجودة في مسلسلنا. عندنا مجموعتين هم كانوا مصدر أساسي للكوميديا في المسلسل كله. أول مجموعة ممثلين أو مجموعة شخصيات هي كتيبة الأربع جنود اللي تحت قيادة كابتن راي، وعندنا مجموعة تانية من الجارات الفضوليين أو شلة ستات القرية اللي كان فيها بيت كابتن راي. وبيطلع من المجموعتين دول أكتر مشاهد بتضحك وأكتر مشاهد كوميديا في المسلسل كله. ده اللي خلى المسلسل ده مش بس قصة حب، ولكن حدوتة بتحكي عن الناس والروابط الاجتماعية بينهم ومفهوم الأصدقاء وقيمة الناس في حياتنا. سرد الحدوتة كان طبقات كده layers،
من أول مشهد لآخر مشهد كل حاجة كانت محسوبة. الكاتبة عمالة بترص في طبقات، في layers من المشاعر والأحداث لحد ما بنوصل لقمة الهرم بتاعنا. كل تفصيلة ذكرتها في الأول كانت بتستدعيها في الآخر بمعنى أعمق ومعنى أكبر. نيجي للحوار. الحوار يا جماعة سلس، سهل، بسيط، مفهوش أي تعقيد، مفهوش أي جمل ملهاش لازمة ولا حشو. المشاهد الدرامية التقيلة متوزعة كده بذكاء داخل الأحداث، يعني تخليك تعيط وتضحك في نفس الوقت. ذكية جدا الكاتبة دي في استعراض مهاراتها الكتابية في المزج بين الدراما والكوميديا والرومانسية والأكشن وكل العناصر اللي لعبت بيها في المسلسل ده. طيب دلوقتي نيجي لفقرة الشخصيات. قبل ما أبدأ في الشخصيات يا جماعة عايزاكم تسامحوني في أي اسم هنطقه غلط أو هقوله غلط. الأسماء الكورية دي صعبة وفيها مقاطع كتير، فممكن حرف يقع مني أو آكل حرف وأنا بتكلم، فما تحاسبونيش على الأسماء صعبة وأنا بحاول يعني أقولها، فوارد جدا إن أنا أقول حاجة غلط، فعدولي يعني سلكولي. عندنا البطلة بتاعتنا هي يون سيري. يون سيري هي سيدة أعمال ووريثة عائلة غنية جدا في كوريا الجنوبية، عندها شركات ونفوذ وسلطة، كل حاجة حرفيا. بنشوفها في البداية شخصية واخدة سمات كده سطحية، اهتماماتها متمحورة حوالين نفسها وشغلها بس، واحدة قاتلة نفسها في الشغل مش أكتر من كده. كل ده بيتغير تماما لما بتتقطع عنها كل الامتيازات دي وتبقى عايشة في قرية بسيطة في كوريا الشمالية. هنا بقى بنشوف تطورها وبنشوف مشاعرها الحقيقية، بيطلع جوهرها الحقيقي ازاي بتتغير بتأثير البيئة والناس اللي حواليها. أما بطلنا كابتن ري أو ري جونج يوك، ده الضابط اللي بيلاقي يون سيري وبياخدها عنده في البيت، بيقعدها في بيته لحد ما بيلاقي طريقة إنه يرجعها بلدها. كابتن ري عنده صراع داخلي بين واجبه كجندي أو كواجبه تجاه وطنه وبين إنسانيته اللي بتفرض عليه إنه يساعد إنسانة بريئة ملهاش ذنب ووقعت في البلد دي بالغلط أو بالصدفة. العلاقة بين الاتنين دول اتبنت كده بحذر شديد وبالتدريج كده، مفيش حاجة جت فجأة، وده اللي خلى الحب في المسلسل ده يوجع كده ويحسسك إن هو حقيقي وقد إيه واقعي. خليني أدخل على أهم شخصيتين بعد البطلين الرئيسيين، وهما السكند ليد كابل. في أي مسلسل كوري في دايما ثنائي تاني أو واخدين الصف التاني في الأحداث. السكند ليد كابل في المسلسل ده واحد من أنجح وأقوى العلاقات المساندة أو الجانبية اللي شفتها في أي مسلسل كوري. الكابل بتوعنا هما سودان وجو سونج جون. الاتنين دول الحدوتة بتاعتهم حلوة جدا وشيقة جدا. هديكوا الأول نبذة عن سودان. مين سودان؟ سودان هي خطيبة كابتن ري أو ري جونج يوك، وهي خطوبة مدبرة أو يعني زواج مصالح. في البداية شخصيتها كانت كده جامدة وقوية وفيها نوع من البرود كده والتناكة، شخصية كده قوية شوية وديفا في نفسها، وبنشوف تطورها وتحولها بعد كده. الشخصية التانية وهي جو سونج جون، وده شخصية نصاب بريطاني كوري، نصه بريطاني نصه كوري، وهارب من الجنوب للشمال، من كوريا الجنوبية لكوريا الشمالية. الاتنين دول يا جماعة بينهم تضاد رهيب في شخصيتهم. قد ما سودان شخصية جد، شخصية قوية، شخصية باردة، شخصية كده مشاعرها جامدة، قد ما جو سونج جون شخصية خفيفة ومرحة وما بياخدش كده أي حاجة بجدية، ولا هو شخص فورمال، يعني شخص كده لذيذ كده. في الأول كن بعنا شخصية جو سانج جون دي على إنه شرير وانتهازي ومصلحجي، ولكن بعد ما بنشوف تطور شخصيته وبنشوف التحولات اللي بتحصل له بنحبه وبنتعلق بيه. وده الغريب جدا في الكابل ده يا جماعة، إن هم أول ما ظهروا في المسلسل كانوا شخصيات مزعجة، شخصيات جاية من جانب الشر، يعني إحنا مش حابينهم، مش حابين وجودهم، خصوصا إنه بطلنا يبقى له خطيبة وإحنا أصلا يعني عينينا على علاقة الحب اللي هتنشأ بينه وبين يون سيري. فكان وجود سودان مزعج جدا في أول المسلسل. بعدين حياتها بتنقلب تماما والأرك بتاعها بيختلف تماما، هي وجو سونج جون لما بيقابلوا بعض، وبنشوف بعد كده حكايتهم كانت مؤثرة جدا وموجعة جدا ونهايتها مؤلمة حتى أكتر من الحدوتة من القبل الأساسي. صراحة اتعلقت بكل مشاهدهم مع بعض، والاتنين دول بينهم كيمياء حلوة جدا وقوية جدا على الشاشة. نيجي دلوقتي لشخصية الفيلن أو الشرير بتاعنا، وهو ضابط فاسد في الجيش الشمالي. الضابط ده كان شايف دايما ري جونج هيو أو كابتن ري تهديد بالنسبة له. ليه؟ لأن كابتن ري بيحارب الفساد، إنسان شريف، فكان بيشكله تهديد.
ده غير إن هو في تاريخ بينه وبين أخو كابتن راي اللي مات قبل كده، وده كان دايما بيسبب له، يعني كابتن راي بيسبب له تهديد بسبب كل الحاجات دي. كان بيستخدم سلطته وعلاقاته وإنه يبيع أي معلومات لأي حد عشان يعني مصالحه الشخصية. تعليقي الوحيد على شخصية الفيلن في المسلسل ده إن أنا مش شايفة إنه السبب بتاعه كافي. يعني إيه السبب اللي يخلّيك شرير، أو إيه السبب اللي يخلّيك تعمل كل الأعمال الشريرة وكل الفوضى دي، عشان إيه؟ ما كانش واضح. هل فلوس؟ هل بيعمل مصالح يعني مادية؟ عايز سُلطة؟ عايز إيه بالضبط؟ أنا ما فهمتش هو عايز إيه بالضبط، غير إنه يداري على عملته، مثلًا إن هو كان السبب في قتل أو موت أخو كابتن راي في الماضي. فأنا مش عارفة ليه الشخصية الشرير مع إنه كان خطير جدًا، إلا إنه شخصيته ما كانتش مركبة كفاية أو ما فيهاش العمق الموجود في باقي الشخصيات. غير كده هو فعلًا كان شخص خطير جدًا وشرير جدًا، وكان وظهوره بس على الشاشة كده بيعمل توتر للمشاهد وقلق وخوف على مصير أبطالنا. هو نجح في الجزء ده يخلّيني أكرهه وأقلق منه وأتوتر منه وأخاف من ظهوره على الشاشة. عندي كمان شخصية مهمة جدًا، وهي شخصية ما ظهرتش كتير على الشاشة أو الarc بتاعها ما كانش طويل، ولكن كان مهم جدًا وبيحرك الأحداث، وهو شخصية الجاسوس. كان في كده جاسوس شغال بالإكراه بالإكراه، أو شغال وهو مش راضي عن اللي بيعمله تحت قيادة الشرير بتاعنا. كان هو اللي بيوجهه ويحركه، كان بيخليه يتجسس على المكالمات، على اللي بيحصل في القرية أو بيت كابتن راي، ويدّي له المعلومات دي. بنعرف كمان إن الجاسوس ده كان شاهد أو معاه دليل على علاقة الفيلم بتاعنا بموت أخو كابتن راي، وإنه الحادثة بتاعته ما كانتش حادثة عادية، كانت حادثة مدبرة، وإنه اتقتل لأسباب معينة. طيب باقول ليه مهم في الأحداث؟ لإنه هو شخصيته بتتحول من جانب الشر لجانب الخير. كان بيساعد الفيلن بتاعنا، هيبدأ على نُص المسلسل يساعد البطل بتاعنا اللي هو كابتن راي، ويدّي له المعلومات والأدلة اللي تخلّيه يدوّر ورا الفيلن بتاعنا ويحقق في موت أخوه، وكمان يدّي له الدليل اللي يسجنه ويدينه. بصراحة الarc ده كان حلو جدًا، الخط بتاعه بتاع الجاسوس ده كان مؤثر جدًا وأثّر فيّا، وكمان اللي زوّده وتقِّله أداء الممثل، ممثل جميل جدًا وتقيل، يعني تمثيله حلو جدًا ومقنع جدًا. عندنا كمان مجموعة كبيرة من الشخصيات التانية، زي ما قُلت من شوية ال4 جنود اللي هم كتيبة كابتن راي، وستات القرية تقريبًا 6 أو 5. وعندنا في العائلات عيلة يون سيري، باباها وإخواتها وزوجات إخواتها وأمها، أو مرات أبوها، مش أمها البيولوجية يعني. وعندنا من الجانب كابتن راي عيلته بس أبوه وأمه، وكذلك سودان أمها وعمها. كل الشخصيات دي كانت مهمة وليها دور، سواء كانت عناصر كوميديا أو عناصر محركة للأحداث. كل شخصية كانت لها دورها، وما كانش في شخصية محشورة ولا جاية كده غصب. الكاستنج بتاعهم كلهم ممتاز، مفيش شخصية مفيش ممثل تحس إن الدور كده مش راكب عليه. كلهم كانوا واخدين مكانهم بالضبط، ووقتهم على الشاشة، وعملوا حلو أوي بصراحة. دلوقتي عايزة أتكلم عن التباين بين الكوريتين، حاجة المسلسل يعني كان ذكي جدًا في التعامل معاها، وهي الاختلاف بين الكوريتين. الكاتبة والإخراج قدروا ينقلوا الفرق بين طريقة التفكير وطريقة المعيشة سواء هنا أو هنا، وتفاصيل حياة الناس اليومية بطريقة جميلة، من غير سخرية ولا تقليل من الشماليين أو الجنوبيين. بالعكس، كانت طريقة ظريفة وسهلة كده وسموث، ما كانش فيها أي تخبيط في أي حد. كمان أظهروا حاجة مهمة جدًا، هي الروابط الإنسانية والاجتماعية، إزاي موجودة في الشمال أقوى من الجنوب، اللي مسيطر عليه الحياة الرأسمالية أكتر والصراع على النفوذ والسلطة. بينوا لنا إن الحياة البسيطة الهادية فيها دفء أكتر، فيها حب أكتر من الحياة العملية الرأسمالية الموجودة في كوريا الجنوبية.
دلوقتي عايزة أتكلم عن عنصر برضو مهم جدا من العناصر القوية في المسلسل ده، واللي يعني علت مكانه، وهو عنصر الكوميديا، خلاه متوازن. كان جاي زي ما قلت من الأربع جنود اللي هم تحت قيادة كابتن ري، كانوا مصدر كوميديا يومية، كل مشاهدهم فيها حاجة بتضحك، خصوصا الشخصية الجندي اللي هو كان أكبر شوية في السن، وكان دايما بيشك في يون سيري، وكان شاكك إن هي جاسوسة طول الوقت، وكان دايما يتناقر كده معاها، ولكن في الآخر يعني بنشوف قد إيه هو حبها، وكان بيحبها فعلا، ما كانش يعني بيكرهها زي ما كان بيدعي. تاني شخصية برضو كان طالع منها أكتر المشاهد اللي بتضحك، الشخصية اللي بتحب الدراما الكورية أو اللي بيتابع الدراما الكورية في السر، لأن طبعا ممنوع في الشمال إن هم يتابعوا حاجة من الجنوب. كمان الأربع جنود دول كانوا قايمين بدور تاني غير إن هم يكونوا مصدر للكوميديا، كانوا بيمثلوا تيمة الصداقة في المسلسل. يعني صداقتهم مع بعض كانت حلوة جدا، صداقتهم مع يون سيري كانت جميلة جدا، كمان علاقتهم بكابتن راي كانت جميلة جدا، مش بس يعني هو القائد بتاعهم أو في بس احترام القائد، كمان كانوا في أوقات كتير بيقعدوا يهزروا مع بعض وياكلوا مع بعض، فعلاقتهم كانت فيها لاير تاني، لاير الأصدقاء ادى لشخصياتهم تقل في المسلسل، وادالهم قيمة أكبر، وعمق وجودهم، مش بس إن هم مصدر كوميديا، كمان كان عندهم الجانب الدرامي بتاعهم. كمان ستات الحي الشمالي أو ستات القرية كلهم كانوا يعني بينهم كيمياء كده ظريفة، وكانوا كده فقرة لوحدهم، لما بيجوا بيعلقوا على الشخصيات بتوعنا واللي بيعملوه مع بعض، كأنهم بيتفرجوا على مسلسل، يعني كأنهم قاعدين مكاننا. عندهم صفة الفضولية وحب الاستطلاع وتتبعوا المعلومات، وكانوا يعني بيعملوها بطريقة مضحكة الصراحة، فكانوا بيخففوا شوية من الدراما الموجودة في المسلسل. كمان كان في عنصر أخير وكان بيسبب شوية ضحك برضو، طلع منهم مشاهد كوميدية ظريفة، وهم أم سودان وعمها، مواقفهم مع بعض كانت برضو بتضحك وفيها كوميديا. كان عندهم بعد برضو درامي، بالذات أمها، لأن أمها رسمت لها الجوازة دي من جانب إن قلق وخوف عليها وعلى مستقبلها، لأن هي أرملة ووحيدة ما عندهاش حد، وكانت خايفة على مستقبل بنتها، كانت عايزة بس تضمن لها حياة كريمة. ولما بتكتشف ان هي مش هتكون مبسوطة في العلاقة دي، او كابتن ري اصلا بيحب واحدة تانية، على طول بتختار سعادة بنتها وتقول لها سيبي يعني، وبتنهي الخطوبة المدبرة دي، وبتسيب بنتها تختار الشخص اللي بتحبه او مصيرها بنفسها. عجبني جدا ان الشخصيات اللي هي الكاتبة حطاها عشان تبقى عناصر كوميديا، مش بس مقتصر دورها على الكوميديا، كمان عندها دور اعمق وليفل درامي أعمق من إن هي بس جاية تضحكنا، كمان أثرت فينا وحبيت كل خيوط الشخصيات المساندة، سواء الجنود أو ستات القرية أو أم سودان. كمان شخصية جو سونج جون، أو اللي هو ألبرتو، بعد كده هنبقى يعني هنعرف إن اسمه ألبرتو في المسلسل، المفاجأة إنه طلع منه برضو مشاهد كوميدية وحاجات ضحكتني جدا، ومشاهده مع ستات القرية برضو كانت بتضحك جدا. ده بالنسبة لعنصر الكوميديا. تعالوا نتكلم دلوقتي عن تحولات الشخصيات والدوافع بتاعتها وتحولاتها. هبدأ مع يون سيري. يون سيري شخصية بدأت أنانية وسيلف سنترد، ومش فارق معاها حد غير نفسها، حتى أهلها ما بتعاملهمش، ما مش عايشة معاهم، معهاش رقم أخوها، عاملة له بلوك، علاقتها سيئة بكل المحيط حواليها، حتى ناس عندها في الشغل بيخافوا منها، يعني بتمثل شخصية المدير التوكسيك، لدرجة إن أحد موظفينها بيبقى بيترعش من صوتها، أو بيتخيل لو سمع صوتها بيجيله الإحساس ده بالتوتر. في رأيي الشخصي إن ده راجع لماضيها الحزين أو نشأتها الصعبة. يون سيرين نشأت في بيئة مع مرات أب اخوات ما بيحبوهاش، بيغيروا منها بسبب ابوها بيفضلها عليهم، فما خدتش الحب الكافي من المحيط بتاعها، سواء كان مرات ابوها ولا اخواتها، فده خلاها شخصية انانية او سيلف سنترد، مش عايزة ترتبط بحد عاطفيا او يبقى بينها وبين اي حد نوع من انواع المشاعر، يعني قفلت على مشاعرها. لكن في الشمال بنشوف ان هي بعد ما فقدت كل الاشياء المادية في حياتها، بتكتشف حاجات مدفونة جواها، بتبدأ تطلع مشاعرها، بتبدأ تكتشف نفسها من جديد، بدأت تفهم، تهتم وتحب وتحس بقيمة الناس وقيمة العيلة والدفى اللي بيجي من
الإحساس بالانتماء لعيلة حتى لو كانت الناس دي غريبة عنها وما تعرفهمش أصلا، وإن دي حاجة ما تقدرش الفلوس تشتريها أو تعوضها. بنشوف ده إزاي انعكس على شخصيتها لما رجعت في الجنوب، وإزاي بدأت يعني تغير طريقة تعاملها مع أهلها أو مع الناس في الشركة بتاعتها. والحقيقة إن أنا بشوف إن يون سري كان يعني طول الوقت جواها طفلة صغيرة خايفة، اتسابت لوحدها وما خدتش حب كفاية من اللي حواليها، فكانت القوقعة اللي هي حابسة نفسها فيها دي زي سيلف ميكانيزم من التروماز اللي حصلت لها في الماضي. لكن لما بتلاقي الحب والاهتمام والناس الطيبة والمشاعر الجميلة في الشمال، بتبدأ يعني تتغلب على القسوة دي وتتحول لمشاعر حب وعطف وحنان أكتر. ري جونج يوك أو كابتن ري زي ما قلنا، هو بدأ شخصيته في المسلسل بدأت معانا شخص صامت جامد المشاعر، ساكت طول الوقت، ما بيظهرش مشاعره، يعني تحس ان هو عسكري حرفيا، من خلفيه جاي من خلفيه عسكريه، فهو فعلا اسلوبه كده اسلوب ناشف. بصراحه انا كنت متضايقه جدا من شخصيته، يعني انا اتكلم يا اخي، يعني قول حاجه، ما فيش، يعني كان شخصيته اللي هو منغلقه كده، منغلق على نفسه، كمان قافل على مشاعره المكبوته من سنين. بس بنشوف لما بيقابل يون سيري بيبدأ إنسانيته تظهر أكتر، تعاطفه يظهر أكتر، حنان. كل حلقة عن التانية بيبان عطفه وحنانه ومسؤوليته تجاه يون سيري وخوفه عليها. مع تطور الأحداث بنشوف إزاي بيتمسك بعلاقتهم بعد ما كان يعني خاطب أو ماشي في سكة زواج مدبر، بيختار إنه هو يكون معاها وبيختار سعادته، بيقف قدام أهله إزاي يقول لهم إن أنا هساعدها وهنقذها وهعمل وهعمل وهعمل. ومع نهاية المسلسل بيرجع تاني لشغفه وحبه للموسيقى اللي كان سابها، وكان عزف عن الشغف بتاعه من بعد حادثة موت أخوه. طبعا بنعرف برضو مع الأحداث إنه هو إحساسه بالذنب والمسؤولية تجاه موت أخوه، وإن هو ما كانش موجود ساعة لما حصلت له الحادثة دي، كان دايما عنده إحساس بالذنب تجاه أخوه. ده اللي خلاه يسيب اللي كان بيعمله في سويسرا أو مسيرته الفنية ويرجع يكمل مسيرة أخوه في الجيش. وجود يون سيري في حياته خلاه يفتح تاني قلبه، يطلع مشاعره، يرجع تاني يشوف هو كان نفسه في إيه أو حلمه كان إيه، ويرجع حلمه القديم، وكمان يختار نفسه، يعني يختار سعادته هو كمان، تحرر من إحساسه بالذنب ده تجاه حاجة هو ملوش أصلا أي ذنب فيها. الاتنين دول زي ما قلت لكم بينهم كيمياء رهيبة على الشاشة، تطور شخصيتهم وقصة حبهم كان جميل جدا ومنطقي جدا، وأخد وقته واتكون كده بشكل هادي وموزون من غير أفورة ولا تحول مفاجئ اللي هو اتقابلنا حبينا بعض هوبا يلا، مفيش الكلام ده. خدوا وقتهم جدا في تحول شخصيتهم، لأنه احنا اتنين أصلا عندنا ايشوز، فبنكتشف من ذاتنا، وكمان في السكة قابلنا حد نحبه، حد يحبنا، إحساس جميل. والفرجة عليهم بصراحة كانت ممتعة جدا، والخط بتاعهم كده من أوله لآخره كان مسلي وممتع للمشاهدة، بتدرج المشاعر فيه وتدرج الأحداث، يخلوك تحب الحب وانت مش عايز تتجوز أصلا، يخلوك تبغى الزواج وانت ما تبغى. وبنعرف بعد كده ان الكيمياء دي مش صدفة، لأن هم ارتبطوا في الحقيقة، وديت من الحاجات الجميلة جدا اللي بتحصل بعد أي مسلسل، إن الكابل اللي شفناه على الشاشة يرتبطوا في الحقيقة، بتبقى فعلا الكيمياء حقيقية مش مجرد تمثيل يعني. الشخصيتين التانيين اللي أنا عايزة أتكلم عنهم وعن تحولات شخصيتهم هم سودان وجو سونج جون، أو الكابل التاني اللي عايزة أتكلم عن تحول شخصيتهم. سودان حياتها مرسومة من أول ما كانت في الجامعة لحد ما دلوقتي إن هي مخطوبة لكابتن ري، وحياتها مرسومة وماشية على خط واحد، رغم إن هي عارفة إن حبها لكابتن راي ده من طرف واحد وإن هو عمره ما حبها، بس هي مكملة في السكة دي المرسومة لها. قررت تضحي بسعادتها الشخصية على رغبة مامتها أو المستقبل اللي اترسم لها. حتى لما بتعرف إن كابتن راي بقى بيحب ست تانية أو قابل يون سيري وحبها، برضه كانت مكملة في نفس الطريق وفي نفس الجوازة، بل حاولت إنها تعجل في إجراءات الجواز، لأن اللي بدأ يحركها هنا مشاعر انتقام ومشاعر غضب، إنه كابتن راي حب واحدة تانية أو بص لحد غيرها، فكانت بتحركها مشاعر انتقام مش حب. وده أول تحول. تاني تحول لما قابلت ألبرتو أو جو سونج جون، لما قابلته قلب لها كل المعايير، بدأت تدريجيا تتحرر من مشاعر الانتقام اللي جواها دي، وتبدأ تفكر في نفسها وفي سعادتها قبل أي حاجة. كمان هو اتغير بسبب سودان. في الأول كان شخص طماع، شخص انتهازي مصلحجي، جاي هربان بالفلوس اللي هو سارقها من أخو
يون سيري، ودي العلاقة الغريبة اللي هنكتشفها بعد شوية إنه هو أصلا على علاقة بأخو يون سيري. وحتى لما راح الشمال وقابل يون سيري حاول إنه يستغل المعلومة دي لمصلحته، وإنه يساعد أخوها إنه يأذيها في مقابل مصالح تانية مع أخوها. بس لما بيقابل سودان بيبدأ شخصيته تتغير ويبدأ عنده التحول من شخص سيء لشخص كويس. يعني حاول يبقى إنسان كويس عشان يبقى مناسب لسودان، أو على الأقل يعني تبص له. هو كان معجب بيها من أول دقيقة. برضو بنعرف إنه هو شخص طول الوقت بيجري من الماضي بتاعه، عنده ماضي مؤلم جدا بيحاول يهرب منه أو يغيره، ولكن بالطريق الغلط. فلما بيقابل سودان بيعدل مسار حياته وبيحاول يبقى إنسان أفضل. بنشوف ده في إنه ساعد كابتن راي في رحلة إنقاذه ليون سيري، يعني رحلته للجنوب عشان يروح ليون سيري لما كان في خطر على حياتها في الجنوب. كمان عايزة أقول إنه الخط بتاع سودان وجو سانج جون جميل جدا ومؤثر جدا. إزاي يعني شخصين ما كناش طايقينهم في أول مسلسل نحبهم على آخر المسلسل. كمان النهاية بتاعتهم وجعت قلبي. يعني أنا فاكرة المشهد الأخير في عربية الإسعاف، أنا وشي كان كله دموع دموعي نازلة كده أربعات أربعات. مشهد مؤثر جدا. كمان عجبتني جدا سودان لما انتقمت لموته من أخو يون سيري، والمشهد بتاعها على الجسر وهي بتعيط كان أحلى خاتمة، أحلى مشهد ختامي للأرك بتاعهم كله. الصراحة المشهد بتاعها ده كان جميل جدا. وإني أشوف الشخصية القوية الجامدة اللي كانت يعني عندها نفوذ وشريرة جدا في أول مسلسل، الشخصية دي الرقيقة اللي بتحب، اللي قلبها بيوجعها على حبيبها اللي مات بتعيط. كانت نهاية كده جميلة وعذبة كده، يعني رغم إن هي مؤلمة بس أنا حبيتها. يعني حبيت جدا نهاية الأرك بتاعهم. لسه في حاجات كتيرة عايزة أتكلم عنها، بس قلت ما طولش عليكم أكتر من كده عشان تقدروا تسمعوا الحلقة براحتكم من غير ما تزهقوا ولا تتوهوا. استنوني الأسبوع الجاي في الجزء الثاني، هشارك معاكم مشاهد حبيتها وعلقت معايا، وهنتعمق أكتر في النهاية عشان في كلام كتير عايزة أقوله عن النهاية. وكمان عندنا عناصر حلوة قوي زي الموسيقى والإخراج، وعندنا ضيوف كده ظهروا في آخر المسلسل لازم أتكلم عنهم، ضيوف شرف ظهورهم كان ريفريشنج جدا. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم واتبسطتوا زي ما أنا اتبسطت معاكم في حلقة النهاردة. مستنياكم نكمل كلامنا عن الحب اللي وقع فجأة الحلقة الجاية. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. يا رب تكونوا استمتعتوا بوقتكم واتبسطتوا معايا. شكرا من قلبي لكل حد بيسيب لايك أو كومنت، دعمكم بيفرق جدا. وما تنسوش تتابعوا زكيتوك على كل منصات البودكاست، أبل بودكاست وسبوتيفاي، وكمان على انستجرام ويوتيوب عشان توصلكم الحلقات الجديدة أول بأول. ولو الحلقة عجبتكم شاركوها مع أصحابكم اللي بيحبوا الكي دراما. أشوفكم على خير الحلقة الجاية، وباي باي.